الناس تخاف من الفشل، هذه كامل نعرفوها. صح، وكان نقول لك باللي راه كاين خوف أعمق وأخفى. قبل ما نبدأ خلينا نكونوا صادقين مع روحنا. أنا بن زاهد مهدي وهذه دردشة صادقة، كلام بلا تصنع وبلا أقنعة. جمي صرات لك تبدأ تخدم على مشروع شهور وانت تخدم فيه وتوجد فيه، ومن بعد نهار تجي تمدو تخاف من الفشل، تكون قريب تلحق للترقية اللي حلمت بها في الخدمة وفجأة تبدأ تدير في أخطاء تافهة، وتكون في علاقة ناجحة وقريب تتطور ومن بعد تبدأ تخلق في مشاكل من لا شيء. كامل الناس تخاف من الفشل، هذه كامل نعرفوها. صح، وكان نقول لك باللي راه كاين خوف أعمق وأخفى. الخوف من النجاح. علاش واحد يخدم ويتعب باش ينجح وكي يقرب يلحق للهدف نتاعو يخاف ويهرب؟ كمل معايا وراح نكتشفوا أسباب هذا التخريب الذاتي الغريب وكيفاش تتوقف على كونك عدو لنفسك. أولا، وشنو هو الخوف من النجاح؟ هذا الخوف مش معناتها أنك خايف من مال ولا من منصب كبير، هو قلق عميق بين عواقب النجاح. إنه واش راح يصير من بعد ما تنجح؟ هو الخوف من التغيير الكبير اللي راح يجي مع النجاح. بعبارة أخرى، هو خوف من مغادرة منطقة الألفة المعروفة بمنطقة الراحة، حتى ولو كانت هذه منطقة فشل أو منطقة العادي. ثانيا، الجذور الأربعة الخفية للخوف. هذا الخوف يتغذى من 4 منابع رئيسية. المنبع الأول، الخوف من التوقعات الجديدة. النجاح يرفع سقف التوقعات. إذا نجحت غدوة الناس وعلى رأسهم انت يتوقعوا منك أكثر، والضغط بطبيعة الحال راح يزيد وتولي خايف تكون ماكش قد المستوى في المرحلة الجاية، فتفضل انك ما تنجحش اصلا. المنبع الثاني، متلازمة المحتال. احساس داخلي عميق يخليك تحس بلي ما تستاهلش هذا النجاح، تحس روحك بلي راك خدعتهم وانك ماشي بهذيك الكفاءة اللي يتصوروها، وتعيش في خوف دائم مع انه يجي نهار ويفيقوا بيك. ثالثا، الخوف من الحسد والعين. هذه نقطة حساسة وموجودة في ثقافتنا. كاين نوع من الناس يخاف أنه النجاح تاعو يجيب له العين والحسد والغيرة من الناس. هذا الخوف يخليه يفضل يبقى مخبي في الظل باه ما يجذبش الأنظار والمشاكل. ثالثا، المنبع الرابع، الخوف من فقدان الهوية. وتبدأ تسأل في روحك، وإذا النجاح هذا بدلني، وإذا خسرت أصحابي اللي قدام، وإذا وليت إنسان ما نعرفوش، انت راك مرتاح مع أنا الحالية حتى بمشاكله أنا ناجح، هو شخص غريب ومجهول بالنسبة لي. ثالثا، التخريب الذاتي كحماية. عقلك يشوف هذه التغيرات وهذه الضغوطات كخطر، فواش يدير باش يحميك من هذا الخطر؟ يخليك تأجل، تنسى، تدير أخطاء، وهذا بلا ما تفيق. كل هذا باش يبقيك في منطقة الأمان المألوفة. هي طريقة ملتوية من عقلك باش يحافظ عليك. ركز معايا في هذه الفكرة مليح لأنها رايحة تبدلك نظرتك. ماكش خايف من امتلاك النجاح، انت راك خايف انك تكون شخص ناجح. الخوف ماهوش من الجائزة، الخوف اللي راح يصرى فيك بعد ما تربح الجائزة. والحقيقة الأحمق من هذه، راحتك الحالية مبنية على هويتك الحالية، والنجاح يهدد بتدمير هذه الهوية. الخوف ماهوش على المستقبل، الخوف هو من موت شخصيتك الحالية اللي راك تعرفها. التغلب على هذا الخوف مشي انك تجري وراء هذا النجاح بقوة اكبر، التغلب عليه هو انك تسمح لنفسك باه تتطور اكثر، تتقبل فكرة انه النمو يتطلب انك تخلي نسخة قديمة منك. كيفاش تسمح لروحك باش تنجح؟ نعطيك 3 خطوات بسيطة وعملية. أول خطوة، اعترف بالعدو وسميه. الخطوة الأولى أنك تحكم نفسك متلبس بالتخريب الذاتي. كي تلقى روحك تأجل بلا سبب أو تخلق مشكل قبل لحظة حاسمة، حبس وقول في داخلك هذا هو الخوف من النجاح. مجرد أنك تسمي الشعور تفضحه ينقص بزاف من القوة تاعو وتحوله من وحش غامض إلى نمط معروف تقدر تتعامل معه. الخطوة الثانية، أعد تعريف النجاح بالنسبة لك. احنا نشوف النجاح كوجهة غامضة ومرعبة، لازم هذه الفكرة تفهمها. أعد تعريف النجاح وما تخليش يكون النتيجة النهائية، بل يكون هو العملية اليومية. النجاح اليوم
مش انك لازم تربح الترقية. النجاح اليوم هو انك تبعث هذاك الايميل المهم. النجاح اليوم مش هو انك تحبط 20 كيلو. النجاح هو انك مشيت 20 دقيقة برك. هذه الخطوة تخلي النجاح أقل إخافة ويحولوا إلى سلسلة انتصارات صغيرة. الخطوة الثالثة، تخيل ما بعد النجاح. عقلك يخاف من المجهول، خليه يبان معلوم. خصص 5 دقائق لكل يوم وتخيل حياتك بالتفصيل بعد ما تنجح، ماشي غير الحاجات الملاح. تخيل كيفاه راك رايح تتعامل مع المسؤوليات الجديدة، كيفاه راح تهضر مع أصحابك اللي قدام، كيفاش راح تنظم وقتك. كي دير هذه العملية العقلية راح تخلي أنا الناجح شخصية مألوفة، ماشي غريبة ومخيفة. راح تدرب عقلك على أن النجاح هو منطقة الأمان الجديدة. إذا قررت اليوم أنك تتوقف على أنك عدو لنفسك، إذا قررت أنك تستاهل تشوف ثمرة تعبك، أهبط للتعليقات واكتب هذه الجملة على أنها إعلان لنفسك وللعالم. نسمح لروحي ننجح. إذا وصلتك الفكرة ما راكش وحدك. اشترك في القناة وخلي بيناتنا دردشة صادقة.